والنفس دائما تطمع، والأسباب عاجزة على أن تفي بأطماع الناس، فبين اليأس والطمع يهلك الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال إيه في سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وما هو الكدح؟ الكدح هو يعني العمل الشاق، مش العمل الشاق بس. الكدح انك انت تعمل عمل شاق وتشعر ان العائد الذي يأتيك من هذا العمل لا يناسب المشقة اللي انت وجدتها في هذا العمل. ولذلك الناس اللي بتشتغل يعني شغل شاق والعائد يكون قليل بنسميهم الطبقة الكادحة. وللأسف انه كل انسان في هذه الحياة يشعر هذا الشعور. يعني الممثل اللي هو واقف قدام الكاميرا ويتقاضى ملايين أجر على تفاهات بيقدمها لا تسمن ولا تغني من جوع، تفاهات ما لهاش أي لازمة، ويتقاضى قصادها ملايين من الجنيهات، وإن سألته يقول لك لا أجر ده قليل قصاد التعب اللي أنا بشوفه. مع إنه تطبيق التيك توك ده اللي إحنا شغالين بيه ده يعني أظهر وأثبت إنه كل الشعب المصري ممثلين وعلى درجة من الموهبة أكثر بكثير من اللي بيتخرجوا من معاهد التمثيل، كله من سن الطفولة إلى سن الكهولة. ده حتى الحيوانات بتاعتنا بتعرف تمثل. زمان كانوا يقول لك لا التمثيل يحتاج موهبة ويحتاج ودراسة. دلوقتي بقى أشوف أنا يعني ناس بتلقائية كده، المرة بتمثل وهي قاعدة قدام الفرن وبتمثل وتنفع تمثل أحسن من أمينة رزق. طيب أنا نفسي أسأل برضه سؤال: هل حد فينا شاف عصفور يعني طاف الحقول كلها ورجع آخر النهار من غير ما يلاقي حبوب ويوقف على فرع شجرة كده ويتذمر ويقول أنا النهاردة تعبت من غير أجر؟ الإنسان هو الكائن الوحيد اللي فيه العادة دي يعني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. يعني أنت هتشتغل وتحس إنك مظلوم وتزود من مجهودك، تزود يعني وتكسر من الكدح ومن العمل. طب وده كله ليه؟ عشان يقربك من نهايتك. ما هو يا حبيبي انت زي العربية، الآلة يعني كثرة الاستعمال بتقلل العمر الافتراضي بتاعها. ما هو انت اشبه ما تكون بالآلة بالعربية، كل ما تشتغل كل ما اعضائك تستهلك، كل ما ايامك في الدنيا تقرب، وفي الاخر اللي فوق في قماشة وتروح عشان تقابل ربك.